وحاولت أتواصل مع الأستاذة ريهام سعيد أو الأستاذ مرتضى منصور وده ما حصل. نرجع مرجوعنا للمعمل. اتواصلت مع المعمل من حوالي 5 أيام وكلمتني الدكتور كلمني الدكتور. فاكرني يا دكتور كويس؟ يا دكتور أكيد لما تشوف مقطع الفيديو هتفتكرني. اتكلمت مع حضرتك اما اتصلت على رقمكم الأرضي ورد عليا الموظف، ورجعت انت حضرتك اتكلمت معايا حوالي تلت ساعة وحاولت توهمني اني اصرف نظر عن الموضوع، ولكن ده مستحيل. يعني الحاجة الوحيدة اللي انا عايز اعملها صح في حياتي انتوا جايين تمنعوني عنها، والله ما هتمنع عنها. يمكن بعد ما اموت اكسب احترام النفسي او ولادي يكسبوا احترام، ما اعرفش. المهم ان انا ما دام مقتنع ان ده الصح، والله العظيم لا اعمله يا دكتور، ولا اقدم الشكوى في النيابه الاداريه. ماشي؟ لاني انا صادق، والعمليه موجوده والناس موجوده واللي اتبرعنا له موجود، واللي خد عينة الدم انا عارفه، والدكتور انا عارفها، والدكتور اللي عمل لي العمليه، والمستشفى اللي اتعمل فيها العمليه